السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد من قناة أطباق وأذواق الطبخ مع ليلى. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم هاد لي ميني كيك اللي ساهلين بزاف في التحضير وكيوجدوا بسرعة. غادي نحضروهم ببيضة واحدة والتفاحة، وكتبقى إضافات أخرى على حسب المتوفر. الطريقة ديال التحضير كيف ذكرت ساهلة، يعني ممكن نوجدوهم للكوتي غير في الوقيته اللي كنحضروا فيها إما الشاي أو القهوة. ممكن أننا نوجدوهم، فبقاو معايا شوفوا الطريقة ديال التحضير مع المقادير. نبداو على بركة الله. في إناء غادي نوضع حبة ديال البيض اللي تكون حجم متوسط. غادي نضيف أيضا رشة ديال الملح اللي تكون خفيفة غير باش كنعدلو الذوق ديال الحلاوة، ونزيد عليهم 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة. فبالنسبة للسكر فهي ما كاملاش نص كاس، 4 ديال المعالق كبار. كتجي حلاوة الكيك هي هذيك، ما كتجيش مسوسة وفي نفس الوقت ما كتجيش حلوة بزاف. غادي نخلط في الأول بالطراب اليدوي هاد البيض مع السكر، نخلطوهم مزيان حتى كيولي الخليط عقد واحد شوية أو ثقيل شوية، وكذلك اللون ديال البيض كيكون فاتح. كنحصلوا على قوام بهذا الشكل. في هذه المرحله غادي نضيف عليهم نص كاس ديال الحليب. انا ما توفرش عندي الحليب السائل، فخديت معلقه كبيره من الحليب المجفف وغادي نزيد عليها كميه ديال الماء حتى نحصل على نص كاس ديال الحليب. الا كان الحليب السائل متوفر غادي نديرو نص كاس ديال الحليب اللي يكون حتى هو بالحراره ديال المطبخ. ملي درت الحليب غادي نستمر في التخلاط، وهاد المره غادي نخلطو مزيان حتى كنتاكدوا بان السكر سنيده دابت تماما وما بقاوش عندنا الحبيبات في الخليط. نزيد عليهم نص كاس ديال الزيت النباتيه، دائما كناخذوا القياس بنفس الكاس، ونستمروا في الخلط حتى كيندمج لينا الزيت مع السوائل. بالنسبه للمكونات اللي غادي نسمو بها هذا الكيك، فغادي ناخذ قشره ديال الحامضه. هنا خديت حامضه متوسطه، غادي ناخذ فقط الجزء الاصفر. ممكن نديروا قشره ديال البرتقال. انا درت الحامض لان كيجي المذاق ديالو زوين في الكيك. وكذلك غادي نزيد شويه ديال الروح ديال الفاني. ممكن نديروا البودره ديال الفاني او ساشي من الفاني. الا كان بودره د الفاني فغادي ناخذ غير 4 معالق صغيره. غادي نخلط غير شويه باش كيتوزع داك القشره ديال الحامض في هذا الخليط مزيان، ونبداو كنضيفوا الدقيق. هنا استعملت دقيق خاص بالحلويات. دائما السوائل وكنعبروهم الكاس اللي كنعبروا به السوائل هو اللي كنعبروا به النواشف. يعني اي كاس استعملته في السوائل هو اللي كنستعملوه في الدقيق. هنا خديت كاس ديال الدقيق، كيف لاحظتوا ملأته حتى لحد ما كيكونش بومبي، ونفس الوقت ما كنضغطش على الدقيق. وحتى كنبغي نوضعو فوق الخليط ديال السوائل عاد كنغربلوه. هنا ضفت الكاس الاول وغادي نخلط مزيان غير كيندمجوا داك الدقيق مع السوائل وما كيبقاوش عندنا حبيبات ديال الدقيق. غادي نضيف الكميه الثانيه اللي هي نصف كاس. فبالنسبه لهذا الخليط اللي استعملنا فكياخذ ليا كاس ونصف من الدقيق، وكيف لاحظتوا الكاس ما كيكونش عامر بزاف، وفي نفس الوقت ما كنضغطوش على الدقيق. لان لا ضغطنا على الدقيق فهو كياخذ الكميه اكثر. بالنسبه لهاد الكميه الحجم ديال البيض وكذلك السوائل، فالكميه ديال الدقيق فهي مضبوطه. يعني في حاله ما درتو حبه ديال البيض اللي هي كبيره فيقدر تزيدوا معلقه ديال الدقيق، او كانت البيضه صغيره فغادي تنقصوا الكميه ديال الدقيق. اما بالنسبه للقياس ديال البيض المتوسط فكياخذ كاس ونص ديال الدقيق. ملي خلطت مزيان هاد الكميه ديال الدقيق، في الاخير غادي نضيف معلقه صغيره ديال خميره الحلويات او نصف ساشي، يعني تقريبا 4 غرام ولا 5 غرام من الخميره ديال الحلويات فهي كافيه. غادي نزيد ايضا معلقه صغيره ديال الخل. ممكن نعوضوها بمعلقه كبيره ديال عصير الحامض. وكنخلط، فالخل كيعطينا الخفه والهشاشه للكيك. غادي نخلط مزيان وغادي نشوفوا القوام ديال الكيك كيف كتلاحظوا ما كيكونش خفيف بزاف. فهذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. هنا انا ما سرعتش الفيديو باش تشوفوا القوام ديال الكيك بالتفصيل، لان الكميه ديال الدقيق ممكن تختلف على حساب الحجم ديال البيض، وكذلك على حسب النوع ديال الدقيق الا كان كيتشرب. انا هاد لي ميني كيك غنديرهم في هاد القوالب اللي شكل مربع. دهنتهم بالزبده ورشيتهم بشويه ديال الدقيق. ممكن نديروا قوالب اللي هي دائريه او اوفل. المهم باش كنوعوا في الاشكال وصافي. هنا انا اختاريت هاد المره ندير هادهم اللي مربعين. ضروري كندهنهم بالزبده ونرشوهم بالدقيق باش هكذا كنتفاداو انهم يلتصقوا. وغادي نبدا نوزع هاد الكميه في هاد القوالب. فكناخذ تقريبا معلقه كبيره وربع، ما ديروش كميه كثيره لان الحجم ديال الكيك غادي يتضاعف.
يعني واخا تبان لكم بان درنا كميه قليله، فهذيك هي الكميه الكافيه، لان مازال الحجم ديال الكيك غادي يتضاعف في الفرن. وهاد الكميه ديال الكيك فهي كتاخذ ليا او كتعمر ليا 10 من هاد القوالب، يعني كميه اللي هي مضبوطه. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نملأ القوالب كلهم اللي عندي. غادي نحطهم على جنب، وغادي ناخذ حبه ديال التفاح اللي تكون كبيره الحجم، كنغسلوها طبعا مزيان، وغادي نحكها في الجهه اللي كتكون غليظه. بالنسبه للتفاح انا حكيتها بالقشره ديالها، الا بغيتو تقشروها كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، ولكن بالنسبه لهذا القشر فهو ما كيبانش في التفاح. ملي حكيتها ما نحتاجش انني نعصر عليها حامضه. خصوصا هاد التفاح الاصفر فهو ما كيتاكسدش بسرعه. غادي نوزع هاد التفاحه على هاد الميني كيك بشكل اللي يكون متساوي. ممكن ايضا تستعملوا التفاح الاحمر، غير في حاله ما درتوا التفاح الاحمر فمن الافضل تعصروا عليه واحد شويه ديال الحامض لانه كيتاكسد بسرعه. صافي غادي نوزعوه بشكل اللي هو متساوي. بالنسبه للاضافات اللي ممكن نزيدوا الكيك وكذلك كتزيدوا جماليه ومذاق زوين، فانا غادي نستعمل هذا الشوكولا غيش، هو الحبيبات ديال الشكلاط. ممكن تاخذوا 10 دراهم من شوكولا غيش وتستعملوها. كذلك قشره ديال البرتقال الماسله، سوريز مجفف، وكذلك رقائق ديال اللوز هنا عندي ملون والعادي. بالنسبه لهاد الاضافات طبعا ممكن تلغيو اي شيء وتزيدوا اي شيء بغيتو، لان الاساسي هو في الكيك هو التفاح والخليط ديال الكيك. غادي نبدا نوزع هاد الاضافات فوق الكيك بهذه الطريقه، يعني بشكل يكون متساوي. بالنسبه للقشره ديال البرتقال الماسله فهي كتعطيه واحد المذاق اللي زوين بزاف، الا توفرات كان من الافضل نستعملوها حيت كتعطينا اضافه اللي زوينه بزاف. كذلك ممكن نديروا الزبيب باش كيعطينا التاليكه، ولا نديرو غير التفاح ورقائق ديال اللوز. هنا ملي وزعت هاد الاضافات هذه فوق الكيك بشكل اللي متساوي، غادي ندخلهم يطيبوا. الفرن يكون ساخن من قبل. في هاد لي ميني كيك ضروري كنسخنوا الفران من قبل وكندخلهم يطيبوا في الاول. الا كنتو غادي طيبوهم في الفرن ديال الغاز فكديروا النار في الاول من الاسفل حتى كيتحمروا من الجناب، عاد كتشعلوا عليهم النار من الاعلى باش كيكملوا الطياب ديالهم. انا درتهم في الفرن ديال الكهرباء، سخنته من قبل وشعلت النار من الفوق والتحت ودخلتهم يطيبوا على درجه حراره 200 درجه. الا كان الفرن كيسخن بزاف ممكن نديرو 180 درجه. في هذا الاثناء ملي كنوضعوا الكيك يطيب غادي نحضروا مباشره هذا الخليط باش غادي ندهن الكيك. غادي نحتاج نص كاس ديال عصير البرتقال، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، ونديرهم فوق نار اللي تكون مهيله، نخليه حتى كيعقد ونحصلوا على السيرو بهذا القوام هذا. هذا الخليط ممكن تستغناو عليه وديروه يعني يعوضوا ديروا المربى ديال المشماش، ولكن هذا الخليط هذا كيعطينا مذاق زوين. ملي كيتحمر الكيك وكيطيب خرجته من الفران، خليته تقريبا واحد 15 دقيقه غير باش كيدفى شويه، ونحيدهم هاد القوالب. هما كيتحيدوا بكل سهوله، وفي حاله ما بغاش يتحيد لكم الكيك فكتاخذوا سكين وكتسلكوه من الجوانب وكيتحيد بسرعه. ملي كنحيدهم من القوالب غادي ندهنهم بهذا الخليط ديال البرتقال. كيجي كيعطيها واحد المذاق اللي زوين بزاف، وكذلك كيخلي لينا الكيك يبقى طري ما كينشفش. ضروري ندهنو حتى الجوانب، هكذا كنحافظوا على الطراوه ديال الكيك. وكيف ذكرت ممكن تعوضوه بالمربى ديال المشماش ولا مربى ديال الليمون، كتخففوه شويه بالعصير ديال البرتقال وديروه فوق النار حتى كيوصل للمرحله ديال الغليان وتبداو تدهنوا به الكيك. غادي ندهنهم كاملين صافي، ما غاديش نحتاج نزيدهم اي اضافه لان مزينين من الاول. وكتقدموهم باردين مع القهوه ولا اتاي، فهما دغيا كيوجدوا ما كياخذوش واحد الوقت طويل. وحتى الطياب ديالهم فكيطيبوا بسرعه، يعني 15 دقيقه كتلقاهم طابوا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال اليوم او اقتراح اليوم. نتمنى ان هاد الكيك ينال اعجابكم. فهو كيجي خفيف بزاف رطب بحال الشكل تقريبا ديال الجينواز، كيجي خفيف وكيذوب، وداك التفاح اللي كنديرو في الوسط فكيعطيه واحد التعليكه وكذلك مذاق بنين. نتمنى عليكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعمل الفائده. ما تنساوش لايك للفيديو. خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. وغادي نفتح لكم حدا باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، فهي كتجي رطبه ومفشفشه. وخليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.